بيبدأ الفيلم بالشخصية الرئيسية واسمها هنا، وبتكون قاعدة مع عيلتها وبيفطروا، وأمها بتقول لها حاجة بتضايقها، وده بيخليها تتوتر وتفضل تفرك في صوابعها بضوافرها، لأن دي لازمة عندها لما بتكون متضايقة وحاسة بالتوتر، ودي حاجة بالنسبة لها عادية. بس اللي مش عادي معدتها اللي في حاجة جواها عمالة تتحرك وتخلي بطنها تتشد لقدام، ولما بتحط ايديها على بطنها الحاجة دي بتسكت وبطنها بترجع لطبيعتها. وبعدها بنشوفها في بيتها المستقل اللي بتعيش فيه لوحدها من غير أهلها، وبيجيلها صديقها وهي بتحضر له الشاي، وبتحس تاني بحاجة بتتحرك في بطنها وتشدها لقدام، وبتلاقي بطنها فيها علامة وهي مش بتهتم وبتروح شغلها، وبتكون شغالة عند مصمم أزياء مشهور، هي اللي بتفصل الفساتين، كمان بتتدرب على تصميمها. بس رئيسها بيبقى متضايق منها عشان في الفترة الأخيرة بتبقى متغيرة. بعدها هنا بتحط زرار على الفستان بس ايديها بيبقى فيها دم وبيجي على الفستان، ولما رئيسها في الشغل بيشوف الدم على الفستان بيفضل يوبخها، وهي بتتوتر وتبقى زعلانة من اللي بيحصل لها. بتروح الحمام وبتلاقي نفس الشيء اللي بيتحرك في بطنها وبيخليها تتنفخ لقدام، وبيحصل لها جرح في بطنها والدم بيبان من هدومها، وبتدخل صاحبتها الانتيم اللي بتساندها في كل الازمات اللي بتحصل لها، بس هنا بتخبي عليها الجرح اللي في بطنها. وصاحبتها لما بتلاقيها متضايقة بتقول لها تعالي نروح حفلة عشان تفك شوية عن نفس، بس هنا بتقول لها مش هينفع النهاردة عشان عندي ميعاد مع صديق. وبنعرف ان صديق هنا كان صديق صاحبتها وكانوا بيحبوا بعض، بس هو لما شاف هنا حبها وساب صاحبتها. بعدها هنا بتاخد صاحبتها وبيروحوا هما الاتنين لمنزل صديقهم، ومرة واحدة وهم قاعدين بيدردشوا هنا بطنها بتتنفخ تاني وبتحس بألم في مكان العلامة اللي ظهرت، وبتخاف لصديقها يشوف شكل بطنها واللي بيحصل لها، فبتقرر تمشي وبتقوله انها حاسة انها مش بخير. وصاحبتها بتبقى متضايقة عليها وصديقها بيقول لها انا عملت حاجة ضايقتك، وهي بتقوله لا بس انا حاسة اني مش بخير، وبتمشي وبتسيبهم هما الاتنين. وبعد شوية بتوصل لبيتها، كان المفروض عليها تصمم فستان شكله جميل ومفيش زيه، بس هي كانت متوترة جدا عشان كده ما جاش في دماغها اي فكرة، وحست بالاحباط وبدأت بطنها تتنفخ تاني، بس المرة دي فضلت تتنفخ بشكل كبير اكتر من اي مرة، واتصدمت لما شافت مخلوق شكله مخيف بيطلع من العلامة اللي اترسمت في بطنها، وشكله كان قبيح جدا. وهنا كانت مصدومة واتفاجئت لما لقيته كمان بيتكلم، وكان بيوبخ فيها وبيقول لها يا فاشلة مش عارفة تصممي حتة فستان، وقال لها كلام كتير تاني، وكمان كان بيسخر منها. وهنا ما كانتش مصدقة اللي بيحصل، وكانت حاسة بألم شديد، ومن كتر الألم والصدمة أغمى عليها. وبعد شوية فاقت وكانت مفكرة نفسها بتحلم، بس لما بصت جنبها لقت المخلوق الغريب نايم جنبها، شالته ودخلته جوه الدولاب وقفلت عليه ونظفت مكان الجرح وضمدته، ورجعت تحاول تصمم الفستان، والمرة دي جات لها فكرة كويسة وصممت فستان جميل. ولما راحت شغلها تاني يوم رئيسها شاف الفستان وعجبه جدا، وبعدها هنا كانت بتتكلم مع صاحبتها وفجأة الجرح اللي في بطنها نزف، وصاحبتها شافته، ولما سألتها هنا قالت لها انها بتعاني من الحساسية وهروح لدكتور جلدي وهيديني علاج للحساسية. بعد فترة هنا راحت لطبيبة جلدية، والطبيبة شافت الجرح، سألت هنا لو كانت بتستعمل اي كريم او غسول او اي منتجات تجميل. هنا قالت لها مش بستخدم اي منتجات تجميل. الدكتورة قالت لها دي مش حساسية، وقالت لها ان دي مشكلة في الحمض النووي المزدوج، يعني في حمضين نوويين في شخص واحد. وبتقول لها لما كنت في بطن امك بتتكوني كان في اخ او اخت توأم، بس ما اتكونش في بطن امك لكن اتكون جوه بطنك انت، وده اللي خلى العلامة اللي في بطنك تبقى موجودة. دي حاجة عادية مش مشكلة، يعني دي حاجة بتحصل لناس كتير في بعض الاحيان. وطبعا هنا ما قالتش للدكتورة على المخلوق اللي طلع من بطنها، سألتها هو ممكن اختي او اخويا التوأم اللي يكون في بطني يخرج من العلامة دي؟ والدكتورة بتقول لها لا طبعا دي حاجة مش ممكن تحصل. ولما هنا سمعت كده خافت جدا لان ده حصل لها بالفعل. بعدها هنا بتروح حفلة مع صاحبتها وبتتصل بصديقها وبتبعت له رسائل كتير، بس هو مش بيرد عليها. وهي وصاحبتها لما كانوا قاعدين بيدردشوا لقت ان صديقها بيبعت لصاحبتها رسائل كتير، ولما شافتها اتضايقت وحست ان قلبها اتكسر، وفضلت تقول لنفسها يعني انا ببعت لك رسائل وانت مش مهتم وبتبعت لصاحبتي. وبنعرف
بنعرف ان هنا في الاول لما كانت بتحس بالحزن او التوتر المخلوق كان بيتحرك في بطنها، بس دلوقتي المخلوق خرج من بطنها وموجود في الدولاب وعمال برضو يتحرك، وده معناه ان المخلوق الغريب ده مرتبط بمشاعر وعواطف هنا. بعدها هنا بتروح بيتها وبتتفاجئ لما بتلاقي الدولاب مفتوح، المخلوق خرج منه وبيطلع لها من تحت السرير وبيكون حجمه اكبر من الاول، وبيقول لها ان صديقك اللي بتحبيه ومش بيرد على رسايلك مش مهتم بيكي وهو صاحبتك بيخونوكي. هنا بتتضايق من الكلام ده، ولما المخلوق بيشوفها متضايقه بيفضل يضحك عليها، وبعدين بيقول لها انا ممكن اساعدك عشان كل حاجه تبقى كويسه. بعدين بيقرب منها وبيفضل يبص في عينيها، وهنا بتحس كانها تحت تاثير تنويم مغناطيس وكانت هتفقد وعيها، بس التليفون بيرن وبيفوقها. بعدها لقت المخلوق بيقرب منها فضربته بحاجه في راسه وفقد الوعي ونزلته للقبر، ولما استعاد وعيه كانت ربطاه وقال لها مهما عملتي مش هتقدري تتخلصي مني. انا ما اهتمتش بكلامه وطلعت من القبر وحاولت تنام، بس جالها مكالمه من امها. سالت امها ان كان لها اخت او اخ توأم لما كنت هتولديني. امها قالت لها لا ما حصلش. بعدها امها قالت لها هتعمل حفله وفي ناس كتير جايه تعالي الحفله، وهنا كانت متوتره وفضلت تهرش في ضوافرها. وبعدين الباب خبط، ولما فتحت لقت صديقها وصاحبتها وحست بالحزن لما شافتهم مع بعض وعرفت ان في شيء بينهم، وقالوا لها تعالي معانا هنسافر لمكان بعيد، بس هي كانت متضايقه منهم ورفضت، وهم طبعا ما تحايلوش عليها ومشوا على طول. بعدها هنا فضلت تبحث على الانترنت عن موضوع الحمض النووي المزدوج، ولقت مجموعه من الاشخاص اللي كان عندهم نفس المشكله وعملوا لنفسهم مكان معزول عشان يعيشوا فيه، وعرفت عنوان المكان ده وراحت ولقت مبنى مهجور في مكان سري، ودخلت المكان وشافت مجموعه من الناس، والناس دي حصل لهم نفس اللي حصل لها وخرج منهم نفس المخلوق اللي خرج من هنا وبيسموه الملحق. هنا حست بطمأنينة لما عرفت انها مش لوحدها اللي حصل لها كده، وبيبدأوا يتكلموا عن المخلوق وبيطلع منهم شخص، وهنا بتقوله نروح للدكتور، وهو بيقول لها ان كان في شخص منهم راح لدكتور والدكتور عمل عليه تجارب ومات، ولو رحنا احنا كمان هيحصل معانا نفس الشيء اللي حصل مع صديق، ومن الافضل نفضل في المكان ده ومحدش يعرف عنا حاجه. وبيقول لها ان المخلوق اللي خرج منا بيتغذى على مخاوف وبيستمد منا القوه، وده بيخليه يكبر واحنا عقلنا وجسمنا بيضعف. وبيقول لها يعني كل ما تحزني او تخافي او تتوتري المخلوق ده هيكبر وانت هتضعفي. وبيقول لها على الحقنه اللي بيدوها للمخلوق اللي بيسموه الملحق، والحقنه دي بتضعفه. وهنا بتعرف كل المعلومات وبتاخد الحقنه وتمشي، لكن في بنت اسمها كلوديا بتنده عليها، والبنت دي حصل لها زيها بالظبط وبتفضل تتكلم معاها، وبعدين بتعزمها على شاي في بيتها، وهنا بتروح معاها وكلوديا بتقول لها انها خبت المخلوق اللي طلع منها وربطته وسيطرت عليه. فهنا بتسألها ليه مش بتديله الحقنة اللي بتضعفه، وكلوديا بتقول لها انها حاسة ان موضوع الحقنة ده غلط. بعدها كلوديا بتسيبها وبتروح تهدي ملحقها اللي عمال يصوت، وهنا بتروح بيتها وبتشوف ملحقها اللي ربطته وبيقول لها انا اقدر اساعدك لو سمعتي كلامي للاخر، بس هنا مش بتهتم بكلامه وبتحقنه وهو بيفقد الوعي. وبالليل هنا بتفضل تشتغل وتصمم فستان. بعدها صديقها بيجيلها وهي بتفرح لما بتشوفه وبيقول لها ان هو وصاحبتها كانوا بيتكلموا عليها، وهي بتتضايق جدا وبترجع تشك فيه وبتقول له انا حاسه انكم انتوا الاتنين بتخونوني وبتطردوا. ولما بتروح الشغل بتتخانق مع صاحبتها، وبعد فتره بتروح تقابل كلوديا وبيتعشوا مع بعض. وبعدين بتقول لكلوديا انها لما كانت في الجامعه عملت حادثه بعربيتها عشان كانت عايزه تنتحر، وانها كانت دايما بتحس ان في حاجات غلط وبتحس بافكار سلبيه. كلوديا بتقول لها انت طبيعيه وما فيكيش اي عيب، وبتقول لها برضو ان انا كنت بحس بنفس الافكار. وكلوديا بتقول لها انها بتتكلم مع ملحقها على طول ومصاحباه، وبيعرفها حاجات كتير ما كانتش عارفاها، وقال لها ان جوزك بيخونك وبالفعل طلع بيخونك. وبتقول لها ممكن ملحقك يقولك على حاجات هتنفعك لو استخدمتيه بشكل صحيح، ودايما هيقدم لك النصايح وهيساعدك، بس تخلي بالك وتسيطري انت عليه بدل ما هو اللي يسيطر عليكي ويبدأ يكبر ويدمر لك حياتك. بعدها انا بتروح بيتها وبتحاول تتكلم مع ملحقها وبيقول لها تقرب منه، ولما بتقرب بيقول لها ان صديقك بيخونك مع صاحبتك، وبعد
وبعد ما بيقول لها كده بينيمها تنويم مغناطيسي وبتفقد وعيها، وده اللي كلوديا حذرتها منه. وبنشوف الملحق أو المخلوق اللي خرج منها بيبدأ يكبر، ولما هنا بتفوق مش بتلاقيه، وبتفضل تدور عليه في كل مكان وبرضه مش بتلاقيه، وبتتصل بأمها وبعدين بتقرر تروح لها عشان خايفة تقعد لوحدها. وهي في الطريق بنشوف المخلوق مستخبي وبيراقبها، وبعدين هنا بتتصل بكلوديا وبتطلب منها تساعدها، وكلوديا بتقول لها تعالي بعد شوية. وبعدين هنا بتروح الأول عند أمها، ولما بتوصل تحس إنها تعبانة وبتفضل ترجع الأكل اللي كلته وبتفضل تتخانق مع أمها، وبعدين بتمشي. وبعدين بتتصل بكلوديا وتقول لها تعالي انت عندي عشان أنا تعبانة ومش هقدر أجيلك. ولما هنا بتوصل لبيتها بتحس إنها ضعفت أكتر، وبعدين المخلوق بيظهر لها وبيبقى قريب منها وبيقدر يسيطر عليها، وبيبدأ يتغذى على عقلها وبيقول لها أفكار سلبية، وهنا بتبقى ضعيفة وخايفة والمخلوق بيحطم لها عقلها، وبنشوفه وهو بيتغذى على مخاوفها بلسانه، وبعد فترة بياخد شكلها وبيعيش نفس حياتها. وبعدين كلوديا بتروح لهنا وبنعرف إنها مش كلوديا، وبتكون ملحق كلوديا اللي خرج منها وبرضه سيطر عليها وخد شكلها في اليوم اللي كانت هنا عندها لما قالت لها ممكن تسيطري على ملحق وينفعك زي ما نفعني. والمخلوق ده ذكي جدا وقدر يسيطر عليهم بالكذب لما قال لكلوديا ان جوزك بيخونك، ولما قال لهنا ان صديقك بيخونك مع صاحبتك الانتيم، وده ما كانش حقيقي. اللي بنشوفهم دلوقتي ملحق هنا وكلوديا، وهنا الحقيقية حبسوها في القبر، ولان ملحق هنا مرتبط بيها بس عايز يتخلص منها ويتغذى على حد تاني، بيبعت رسالة اعتذار لأصدقائها، وصاحبتها بتروح عشان تشوفها او بتسمع صوت جاي من القبر، واول ما بتروح تشوف فيه ايه بتلاقي ملحق هنا وكلوديا بيوقفوها على الباب وبيمنعوها من الدخول وبيقولوا لها تمشي، وهنا بتكلمها بطريقة غريبة، وبعدين بتعرف انها مش هنا لان هنا عمر ما كلمتها بالطريقة دي، وكمان هي وهنا عندهم نفس الوش، لكن هنا اللي كانت بتكلمها ما كانش في ايديها اي وش، وبتقرر تفضل في المكان لغاية ما الاتنين بيمشوا، وبتبص على القبو من الشباك وبتلاقي هنا مربوطة وحالتها سيئة، وبتقدر تدخل وتنقذ صاحبتها وبتاخدها للمستشفى. وبنروح للملحقين اللي بيروحوا للمجموعة المنعزل في المبنى المهجور، وبنعرف انهم مش اشخاص حقيقيين لكن المخلوقات اللي خرجت من اصحابها واللي بيسموها ملحق، وقدروا يسيطروا على الاشخاص اللي خرجوا منهم وخدوا حياتهم وشكلهم وحبسوهم في مكان، ورئيسهم بيقول لهم انه لقى طريقة تانية تخليهم اقوى، وهي انه يقدروا يسيطروا على اي حد تاني غير اللي خرجوا منهم، والاشخاص دي هم الناس اللي حياتهم كئيبة وعندهم أفكار سلبية ومشاكل، وده هيخلينا نكتر. وبيكون رابط صبي وبيقول لهم إن الصبي ده أخوه مات عشان كده هو حزين طول الوقت وأنا بتغذى على حزنه. بعدها بنشوف ملحق هنا بيروح لصديقها، لكن هنا الحقيقية بتبقى في المستشفى، والممرضة بتقول لها انت بقيتي كويسة بس هتفضلي في المستشفى كام يوم تحت المراقبة. وبعدها بنشوف ملحق هنا عند صديقها، ولما صديقها بيروح يجيب حاجة ملحق هنا بتلاقي سنانها بتقع، فبتتصل بملحق كلوديا، وكلوديا بتقول لها ان هنا الحقيقيه مش في القبو ومحبوسه وهي في المستشفى وحالتها اتحسنت وما بقتش زي الاول متوتره وحزينه، وده اللي هيضعفك عشان انتوا الاتنين مرتبطين ببعض. ودلوقتي عشان هنا صديقتها جنبها وبتدعمها الافكار السلبيه طلعت من راسها وبقت كويسه، وده هو اللي ضعف. عشان ترجعي اقوى اتغذى على صديقها، وبالفعل بتعمل كده، وهنا وصاحبتها بيقلقوا على صديقهم وبيقرروا يروحوا عشان ينقذوه. ولما بيوصلوا بيلاقوا ملحق كلوديا بيحاول يسيطر على هنا، بس هنا وصديقتها بيقدروا يسيطروا عليه ويدوله الحقنة اللي بتضعفه. وبعدين بيروحوا لغرفة صديقهم وبيلاقوا ملحق هنا بيتغذى عليه، وبعدين هنا بتروح تجيب مقص وبتقص لسان ملحقها اللي متصل بصديقها عشان يسحب قوته. وبعدين ملحقها بيحاول يستعطفها بس هنا بتبقى قوية فهمت اللعبة، وهنا الحقيقية بتدي لملحقها حقنة وبتضعف. وبعدين هي وصديقتها بتروح تنقذ كلوديا الحقيقية، وملحق هنا وكلوديا بيرجعوا لحجمهم وبيضعفوا، وهنا وصديقتها بيبدأوا يشتغلوا شغل خاص بيهم، وهنا بتتغير وبيبقى عندها ثقة في نفسها وأفكارها كلها بتبقى إيجابية، وعلاقتها باللي حواليها بتتغير وبتقبل نفسها وشخصيتها زي ما هي، وده بيخليها سعيدة وبتفضل تعتني بملحقها كأنه طفلها الصغير لأن ما ينفعش تموته
عشان هما الاتنين حياتهم مرتبطة ببعض. ومن القصة دي بنعرف ان الملحق هو الافكار السلبية والهموم والحزن والتوتر واللي بتبقى موجودة جوه كل انسان مننا، وهي اللي بتضعفنا وبتدمر لنا حياتنا، واحنا نقدر نحاربها ونسيطر عليها ونضعفها، وده طبعا بالتفكير الايجابي والسيطرة على الغضب والتوتر، ودي الحاجة اللي هتخلينا نعيش في سعادة على طول. وبكده بتخلص القصة. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.